باشمهندس، في حد بيسأل حضرتك إن هو عايز يغير مجال شغله ويبدأ في مجال صيانة الموبايل. هل المجال ده مربح؟ مربح جدا، بس علشان تكسب من صيانة الموبايل انت محتاج تحط استثمار كبير في ادواتك وفي نفسك. ليه؟ النهارده اي حد يقدر يخش صيانة الموبايل ب10,000 جنيه ب15,000 جنيه، لكنه مش هيجيب ادوات احترافية، مش هيجيب ادوات تساعده انه دخله يكون عالي. عشان تكسب لازم تكون جايب ادوات اسعارها غالية جدا، يعني ممكن توصل ل 200-300 الف جنيه. طبعا مش كل الناس بتجيب الادوات اللي بالاسعار دي، في ناس بتبتدي بادوات بسيطة وتعلى مع الوقت، وده صحيح يعني مش وحش. لكن علشان فعلا تكسب مش هتكسب من تغيير سوكت شحن وتغيير بطارية وتغيير شاشة والكلام ده كله، مع ان في ناس بتكسب. المكسب ده نسبي، في واحد عايز يكسب 100,000 جنيه في الشهر وواحد عايز يكسب 5,000 جنيه في الشهر، فالموضوع نسبي. بس مجال الصيانة مربح، بس مرهق جدا. يعني مثلا انا عندي تليفون، التليفون ده كان فيه مشكلة ان هو لف على محلات كتير وكان فاصل باور، وجالنا عشان نصلحه. صلحناه بشبلنة بوردتين، كان فيه شغل قبل كده مش مظبوط، عدناه والزبون اخده ومشي. الجهاز رجع تاني فاصل باور، فغير عملنا عملية ريبولينج للسي بي يو، شلنا السي بي يو وركبناه تاني. القصدير اللي تحت السي بي يو بيكون متكسر، دي حاجات مش هيفهمني فيها غير فني صيانة اوريدي. فشلنا السي بي يو، وده حاجه مش سهله يعني، وركبنا تاني وتمام. والموضوع مش بسيط يعني ان هو شيل كده وتركيب، لا، بغض النظر عن التفاصيل. الجهاز شغال وزي الفل. بعد كده طلع فيه عيب واي فاي، صلحنا عيب الواي فاي. بعد كده عيب كاميرا. فالموضوع مرهق. لو بصيت لها الجهاز ده مثلا واخد معايا دلوقتي يومين شغل، ففي اللي هي الاعطال اللي هي بتكون بتدخل مبالغ كويسه بتكون مرهقه. فمجال الصيانه مربح لكنه مرهق، وبيقضي على حياتك الاجتماعيه، وبيقضي على، انسى بقى فسح وانك تشوف اهلك وتشوف الناس وكده، لا، انت بتبقى متوحد. فدي ضريبه لازم تدفعها بس.